اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من سلسله رمضان من عائله احمد وجوجو، الحلقه رقم 24. واليوم رجعنا لكم بفيديو جديد وافطار جديد. كنت فايته على المطبخ يا جماعه وقسم الله علي بدي بلش حضر الافطار، واحمد راح لحتى يجيب لي دجاج. قال اليوم بده يريحني، ما بده يخليني اعمل غير فته وشوربه وكبه نيه وتبوله. قلت له اوكي تمام هينين. فلبست وبدي احمل التليفون لحتى بلش لكم بالتحضيرات، واذ بيتصل فيني وبيقول لي لقيت لك مطرح كثير حلو نروح نفطر فيه، فما تعملي اي شيء، البسي وانزلي لعندي. قلت له نفطر اللي عم جهزه. قال لي ضبي ومشي نروح انا وياكي، عامل لك سربرايز كثير حلوه بقعده كثير حلوه. قلت له الاولاد حيجننونا، ما اخذت لهم معي شيء وكذا. قال لي ما تعتلي هم اي شيء، انت بس ضبط بالاغراض وانزلي. وهذا هو اللي صار يا جماعه. انا هلا لبست احمد لحتى يقول لي انا صرت تحت انزلي، وباقي للافطار بس 3/4 الساعة، يعني ان شاء الله نلحق. فهلا بقول لكم اذا وصلتوا لهون ما تنسوا تحطوا لي لايك وشير وسبسكرايب كمان عائلتنا تكبر. وانا هلا بقول لكم مني ومن عائلتي مشوا معنا. لوين جايبنا بيبي؟ عامل لك سربرايز عيد الام. سربرايز عيد الام؟ نتفق انا وياكي، انا والولاد فيكي. هلا عزة يا جماعة، نرجع نجهز الفطور. شو رايك بالقعدة؟ ايه والله حلوة، أول مرة بنجي لهون. حلوة؟ قاعدين بقلب يا جماعة نحن، كان السقعة. تمام، هيكو العالم. في محل الحديقة. هلا بصوركم بس نفطر ونخلص بصوركم مزبوط. هيك كانت فينا يا جماعة تبولة، بطاطا، فروج وسلطة. حسين. هلا يا جماعة بعد ما خلصنا قاعدين عم تعملنا جوجو أرجيلة، وهيدا قالب كيك تبع عيد ميلادك امبارح. تبع عيد ميلادي امبارحة. اختي احتفلت فيني، بقول لها شكرا يا عمري كلك ذوق. واحمد جايب لنا حلو شوية حلو يا جماعة بهالقعدة الحلوة. وعصير، والولاد كثير مبسوطين برا. عن جد قعدة كثير حلوة. هلا بنقول لكم وين؟ مشكلة انه تأخرنا، ما بيأثر، لازم نقعد نشوي مثل العالم هيك عم تشوي كذا. ان شاء الله المرة الجاية. المرة الجاية لأن هلا اكتشفنا موضوع جديد. هون يا جماعة بعد جامعة الجنان في مفرق على اليمين بتفوتوا فيه، بترجعوا تفوتوا على مفرق الشمال، بتطلع بوشكن. هي هيدي الحديقة اسمها اوليف جاردن. هيدي الحديقة كثير حلوة وفي العاب للولاد كثير حلوين. هلا بصور لكم، ورتبة وآمنة للولاد كمان. هلا تعالوا لحتى اخذ لكم جولة بالحديقة. ليكوا قد ايه مضوية، فيها العاب، الولاد عم يلعبوا وينبسطوا، بس برد الصراحة. ليكوا قديش الاجواء حلوة، ولادكم بينبسطوا ما بتحسوا فيهم. في كتير العاب للكبار وللصغار، حتى في قعدة شتوية. ليكوا قعدة الشتوية، وفي بليار. لا المي باردة، ما تلعبوا بالمي. لا بالعكس ما يدفي. بس هلا بتمرضوا لانه برد ومي. مبسوطين؟ كتير حبيتوها للحديقة؟ كتير حلوة. حلو انه فيكم تجيبوا اكلاتكم واراجيلكم وكل شيء. الفوتة على الشخص 100,000.
كثير. لو منا بردانين يعني القعدة بالصيفية بتجنن هون. ان شاء الله نرجع نجي ان شاء الله. نجي اكيد نجي، الولاد بينبسطوا، الاجواء حلوة، بس سبب البرد رايحين ضبضبنا اغراضنا رايحين على البيت. تعرفيني شفت القهوة. ما بحب القهوة انا، لو نسكافيه كنت دغري غطست. وعمر مثل العادة قد ما لعب بضل بينام مثل العادة. وهيدا هو اسم الحديقة، اللي حابب يجي لهون كتير بتنبسطوا، الأجواء حلوة بس الطقس بارد شوي، ومثل ما قلت لكم كتير رخيصة، بتجيبوا كل أغراضكم معكم، على الشخص الكبير 100,000 على الصغير 200. هلا بقلكم مش معي على البيت. وصل بده يا بكره تياب العيد يا جماعة. تياب العيد. واخيرا عيدنا. اخيرا واخيرا استلمت اغراض شيئين. وصلتني اول شي هيدي الطلبيه، بعدين اليوم وصلتني هيدي الطلبيه. ان شاء الله باذن الله تعالى بكره حصور لكم كل المشتريات اللي انا اشتريتهم، واكيد مش خالصين، بعد في عندي نزله على السوق، يعني حاخدكم معي برمي بشوارع طرابلس وكمل بقية اغراضنا سوا. بس ان شاء الله بكره رح يكون فيديو كامل عن المشتريات اللي طلبتهم من شيئان. بس صارت معي مشكله صغيره كان بالفيديو، بكره حخبركن عنها باذن الله. ولاد بسم الله عليهم من كتر ما لعبوا وانبسطوا بالحديقه اللي طلعنا عليها اليوم، فاجوا على البيت غسلوا ودغري ناموا من التعب. بتعرفوا الولد بين فترة وفترة لازم انه هيك يروح يلعب ويغير طاقة من جسمه، وبكرة ما في مدارس، معطلين 2 و3، فمن غير شر هلا هن نايمين قد ما لعبوا وانبسطوا اليوم، بس كان الطقس كتير بارد يا جماعه. وهلا يا حلوين تعالوا لحتى اخبركم شويه تفاصيل عن الحديقه اللي انتم كتير سالتوني عنها. نزلت فيديو على التيك توك سالتوني، ونزلت فيديو على انستغرام كمان سالتوني. هذا اول مشوار لإلي على هيدي الحديقه، وما كنت عارفه انه في هالحديقه. مثل ما شفتوا انه احمد فاجئنا واخدنا قبل الافطار بساعتين، قال لي جهزي حالك ومشي نطلع نفطر برات البيت، وعلى انه انا بدي اعمل افطار بالبيت وهو عم يجيب لنا دجاج لانه نهار الاحد وبده يريحني وهيك، فقال لي رح جيب دجاج واجي، وفجاه قال لي جهزي حالك خلينا نروح نفطر برا البيت. فمثل ما شفتوا الحديقه قديش كانت حلوه، الاولاد كتير انبسطوا، وعلى فكره كبار وصغار بينبسطوا فيها قد ما حلوه، صح مش كبيره كتير بس بتساع، والاولاد فيها كتير العاب كتير انبسطوا فيها، يعني اختاروا شو بدهم يلعبوا، منظمه آمنة، بقلبها كافيتيريا إذا أنتم حابين تطلعوا تسهروا ويلعبوا ولادكم، فيكم في فوق راجيل قهوة شو ما بدكم، في كافيتيريا وفي ألعاب مثل ما قلت لكم للكبار وللصغار. ومثل ما شفتوا أحمد بالفيديو كان عم بيلعب بليار، صاروا زمان كان ما إنه لعبين بس لعب وفاز. الأجواء كانت حلوة مثل ما خبرتكم، بس كان الطقس بارد وأنا ماني عاملة حسابي ولا جايبة جاكيتات، لأنه قلت لكم المشوار كان فجأة وما كنت عارفة حالي لوين رايحة. فعن جد جربوها لهالحديقة لأنه كتير حتنبسطوا. اسمها اولايف جاردن، يعني تعرفت عليها بعد نحن ورايحين قريت اسمها لانه كنا مستعجلين وقدنا نحن على الطريق، فهلا عم جاوبكم على كل اسئلتكم. اسمها اولايف جاردن، موجوده بالجنان، انتم رايحين على الزيتون، يعني هي بنص الزيتون تقريبا بعد جامعة الجنان في حديقة اسمها اولايف جاردن. بتروحوا لهونيك على الشخص الكبير 100,000 وعلى الأولاد 200,000، وفيكم تطلبوا من هونيك، وفيكم تاخدوا معكم أكلاتكم وقراجيلكم، وفيكم تفطروا هونيك مثل ما نحن عملنا. لقينا كتير عالم هونيك عم يفطروا وعم يشوا، فعن جد أجواء كتير حلوة، أجواء عائلية بنصحكم فيها كتير، ولادكم حينبسطوا، ورخيصة وحلوة. بس بالصيف حتطلع أحلى وأحلى لأنه كان الطقس بارد، بتعرفوا لما يكون زيتون وداير من داركم زيتون وجنينات بتعرفوا الطقس بيكون بارد. فهيك كان نهارنا، وانتم كيف كان نهاركم نهار الاحد اكتبوا لي بالتعليقات، وشو عملتوا فطور لانه بلشنا نحتار. الله يعيدوا علينا وعليكم يا رب الصحه والخير. وهلا رح لكم انتظروا مني بكره فيديو كامل بمشتريات تياب العيد، اكيد من مخلصين كلياتهم، بس انتم كتير سالتوني جوجو وين تياب العيد، فرجينا تياب العيد. اليوم استلمت اخر كرتونه لتياب العيد تاعون الاولاد، السباي انا واحمد وشويه حراطيق للاولاد.
ان شاء الله رح نزلكم معي على السوق واخدكم وتشوفوا شو رح اشتري. وهلا بقلكم لهون وصلت معكم لنهايه الفيديو. اذا بتحبونا عم تشوفوا فيديوهاتنا ما تنسوا تعملوا لنا لايك وشير وتفعلوا زر الجرس وتعملوا سبسكرايب كرمال تصيروا جزء من عائلتنا. بحبكم كتير، تصبحوا على الف خير يا احلى متابعين. انطروني بكره ان شاء الله بافطار جديد ونهار جديد. وما تنسوا بكره في فيديو مشتريات تياب العيد. بحبكم كتير وسلام.